يا مساء الفل. النهارده هنعمل طريقه الكبده برده بطريقه حلوه جدا. اهم حاجه ان الكبده ما بتتغسلش. انا نزلت بالكبده عليها عصير ليمون، عليها خل، عليها رشه من الكزبره والكمون والفلفل الاسود والملح وتوم، وكمان فلفل احمر وفلفل اخضر مفرومين. وبعدين هنسيبهم في التتبيله كده لمده نص ساعه. وانا دلوقتي جبت كوبايه دقيق وكوبايه من الرده. انا نخلت الرده كمان، لان الرده انا عايزاها ناعمه مش عايزاها خشنه. وبعدين ناخد كل قطعه من الكبده وهندوس عليها قوي في الدقيق وفي الرده، وهنسيبهم تاني في الطبق بتاع الدقيق والرده. طب ليه؟ علشان انا عايزه يمتصوا اكبر كميه منها. تمام. انا سخنت الزيت ولازم يكون زي نار عاليه، وهقلبها على طول لانها هي ما بتاخدش وقت، يا دوبك دقيقه يمين ودقيقه شمال ونشيلها على طول. بصوا الزيت نضيف ما فيهوش اي حاجه واقعه فيه. دلوقتي هنعمل صلصه اللي هي جنب الكبده. انا نزلت بمعلقتين من الزيت ونص كوبايه من لسان العصفور، هنقلبها لحد ما تحمر. وبعدين عندي شريحه او حتت مكلكعه كده بتبقى جايه مع الكبده، بقطعها سلايز صغير. وبعدين هنزل عليها مع لسان العصفور، هنديها تشويحه كده. وهنزل عليها بفلفل الوان، مفيش فلفل الوان، انا نزلت عليها بفلفل حار، نزلت عليها بملح بفلفل اخضر، كمان كمون، كمان كزبره، ونزلت عليها كمان بعصير طماطم وكوبايه ميه. وده الشكل النهائي للكبده، بصراحه تحفه. الصلصه كمان حكايه. قدمت جنبها بطاطس، والف هنا وشفا على قلبكم. باي باي، مع السلامه.